السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء زوار قناة على القهوة وموقع مكتوبيا. موضوعنا النهاردة هيكون عن تحميل برنامج وي شات. تطبيق وي شات النهاردة اللي معانا هو تطبيق تواصل اجتماعي أو دردشة شبيه للواتساب والفايبر وباقي البرامج المعروفة يعني، ولكن البرنامج ده فيه مميزات. طبعا كل برنامج بيبقى ليه مميزات عن البرامج الأخرى، والبرنامج طبعا مجاني. البرنامج هو صيني الأصل زي تيك توك، ما هو برنامج صيني، ولكن يمكن البرنامج ده أكتر خاصية مميزة فيه وهو إن البرنامج موجود تطبيق على الموبايل، تقدر تنزله لو موبايلك ايفون او اندرويد يشتغل عليه، وكمان موجود نسخة اللي تشتغل على جهاز الكمبيوتر. واكتر من كده كمان تقدر تدخل على الموقع الرسمي بالحساب بتاعك وتبدأ تكلم صحابك وتتواصل معاهم عن طريق الموقع الرسمي من غير ما انت تنزل برنامج او تطبيق على الموبايل بتاعك. هنبدأ دلوقتي ندخل على موقع مكتوبيا. هتلاقوا رابط الشرح بتاع الموضوع بتاعنا بتاع البرنامج ورابط التحميل أسفل الفيديو في صندوق الوصف، هيودينا على موقع مكتوبيا. زي ما عودناكم هتلاقي الشرح وافي للبرنامج، وكمان الخصائص المميزة في البرنامج وكل اللي انت عايز تعرفه من أول ما البرنامج بدأ لغاية دلوقتي. هننزل دلوقتي وننزل معاكم البرنامج ونحمله على موبايل اندرويد. هنضغط على تحميل التطبيق هنا، هيودينا على جوجل بلاي، ونبدأ دلوقتي نضغط على تثبيت قبول. بعد ما حملنا البرنامج هنبدأ نفتحه. زي ما احنا شايفين هو بيقول لك هنا تحت التسجيل باستخدام رقم هاتف او الدخول. نضغط على التسجيل باستخدام رقم الهاتف. هتبدأ هنا تختار الدولة بتاعتك وتحط رقم التليفون والباسورد. علشان تقدر تسجل حساب يا ريت تحول اللغة في البرنامج أول ما يفتح للغة الإنجليزية علشان يشتغل تمام. دي خطوة من الخطوات للتأكد إن أنت تبدأ تحل اللغز ده وتحط الرمز ده مكانه. زي ما احنا شايفين ابتدى معانا البرنامج اهو. والبرنامج ده طبعا فيه ميزة. أول ميزة اللي هو يعني مختلف عن باقي البرامج أو تطبيقات الدردشة، إن محدش يقدر يكلمك أو يدخل يبعت لك رسالة إلا لو أنت ضايفه على البرنامج. حتى لو الشخص ده موجود عندك في لستة الأسماء في جهات الاتصال ما يقدرش برضه يكلمك أو يبعت لك رسائل إلا إذا كنت بعت لك طلب إضافة وأنت وافقت عليه. زي ما احنا شايفين دلوقتي الخصائص اللي تحت اللي موجودة بتاعة البرنامج أو الأزرار بتاع البرنامج. أول حاجة اللي هي على الشمال اللي هي مي، دي فيها الحاجات اللي انت هتنزلها على الحساب بتاعك، البوستات أو صورة الشخصية بتاعتك وبعض الحاجات والسيتنج بتاعة البرنامج. تاني واحدة دي لو انت عايز تتعرف على أصدقاء جديدة أو تبدأ ان انت تعمل سكان على أصدقاء. في عندك الخاصية التالتة اللي هي رقم 3 دي اللي هي تشيك، دي تبدأ تعمل نظام حد فيه يعمل رسالة أو أنت بتعمل رسالة تبعتها كده ترميها زي موضوع تبعتها في البحر، وواحد بيعمل زي كده بحث عن رسالة، تبدأ تلاقي رسالة طلعت لك تفتحها تقدر إن أنت ترد عليها أو ما تردش أنت براحتك. فأنت إن أنت بترد طبعا إن أنت كده عايز تعمل صداقة مع هذا الشخص، ودي ميزة طبعا للناس اللي عايزة تتعرف على أشخاص جديدة بطريقة عشوائية، هي بتبقى عن طريق الخاصية دي. خاصية الاسكان دي لو انت هتعمل فتح للبرنامج عن طريق الكمبيوتر بيدي لك رمز كده على الكمبيوتر بتبدأ يعمل عليه سكان، وبعد كده يفتح الحساب بتاعك بدون ما انت تدخل البيانات بتاعتك على جهاز الكمبيوتر. في اخر خاصية تحت دي اللي هي بيبول نير باي، دي اللي هي ما انت عايز تعرف اصدقاء او ناس قريبة من المكان اللي انت فيه. في عندنا هنا بتختار اول حاجة الجنس اذا كان ذكر او انثى، تاني حاجة اللي هي
المنطقة بتبدأ تختار مثلا منطقة هنا، تضغط على نيكست، ولكن لازم تعمل الأول تكمل البروفايل بتاعك علشان تستخدم الخاصية دي. وبكده يكون شرحنا النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، والجديد على القناة أول مرة يشرفنا ما ينساش يعمل سبسكرايب أو اشتراك. وشكرا ليكم، كان معاكم أحمد من موقع مكتوبيا وقناة على القهوة.